على بعد حوالي 5 كيلومترات من الشاطئ البحري وعلى امتداد حي الرياض، يمتد المشروع على قطعة أرض بمساحة 270 هكتارا في الجهة الجنوبية للعاصمة، مشكلا بذلك امتدادا طبيعيا للنمو العمراني في المدينة. يتألف المشروع من الأقسام التالية: مركز المدينة، جزر الأعمال، جزيرة المعرفة، المباني السياحية والفنادق، المجمعات السكنية، مبان تعليمية، المجمع الطبي التخصصي. وتربط فيما بينها شبكة طرق تشكل 23% من مساحة المشروع، وتتكون من 3 أحزمة رئيسية تؤمن للمشروع سهولة في حركة السيارات، كما تؤمن مواقف سيارات عمومية أسفل وسط المدينة تتسع لحوالي 26,000 سيارة. جاء تصميم جادة الملك لتشكل مدخلا راقيا للمشروع بعرض 40 مترا تتوسطها أشجار النخيل، وعلى جانبيها فندقان من التراث المغربي يحتوي أحدهما على أحد أكبر مراكز التسوق في المملكة. كما تمر الجادة بين قلعة من طراز القلاع المغربية القديمة وهي مركز المتحف الوطني، وفندقين من الطراز المعماري الحديث وصولا إلى وسط المدينة. وسط المدينة العنصر المركزي للمشروع سيكون مركزا للنشاط السياحي والترفيهي والسكني والتجاري والثقافي، وخليطا من حضارات معمارية متنوعة تلتقي عند الحضارة المغربية. ويتكون من 5 أقسام: الحي المغربي، الحي الفرنسي، الحي الإنجليزي، الحي اللبناني، الحي الإيطالي. الحي المغربي تشكل البوابات ال4 للحي المغربي مدخلا لأسواق خصصت للمشاة وصممت على الطراز المغربي بمحلاتها التجارية ومطاعمها ومقاهيها وفنادقها الصغيرة وشققها السكنية، وصولا إلى السوق العتيق الذي يشكل ملتقى لأبناء المدينة ومحيطها. الحي الفرنسي تم استيحاء الحي الفرنسي من الشانزليزيه بهندسة نيو كلاسيكية خصصت بمساحتها للمشاة لتكون مركزا للأزياء والمقاهي والنوادي الليلية، لتتناغم فيها اللمسات الرومانسية مع الموسيقى الحالمة نهارا والصاخبة ليلا. الحي الإنجليزي تم استيحاء الحي الإنجليزي من ترافالغار سكوير، حيث تشكل مبانيه الفخمة الكلاسيكية مقرا مهما للبنوك والمؤسسات المالية، وتشكل ساحته مركزا لتجمع الفنانين والرسامين، مانحة المدينة جاذبية وطابعا فريدا يساهم في تنمية السياحة. الحي اللبناني جاء تصميم هذا الحي من وحي وسط بيروت التجاري، أبنية على الطراز اللبناني تمتزج فيها البساطة مع الشكل الأنيق، واجهاتها من الحجر الأصفر وسطوحها من القرميد الأحمر، وتفترش ممراتها الضيقة المقاهي والمطاعم لتعطي أهل المدينة والسياح إحساسا بالدفء والأمان. الحي الإيطالي تم اختيار ساحة سان ماركو في مدينة فينيسيا ساحة العشق والموسيقى لتكون الساحة الرئيسية لهذا الحي، وتعوم هذه المدينة على المياه، وتسمح ممراتها المائية الضيقة بعبور الجندول من المسطحات المائية الخارجية إلى المراكز لتشكل تنوعا جاذبا للسياحة في المدينة. تحتل المساحات الخضراء والمياه 54% من مساحة المشروع الإجمالية، فتضفي المسطحات المائية العريضة التي تحيط بوسط المدينة والمساحات الخضراء على ضفافها
أجواء منعشة ونقطة جذب سياحية، وفاصلا حيويا بين المناطق السكنية المحيطة ووسط المدينة. وتقع على ضفافها الصروح الثقافية والعلمية مثل جزيرة المعرفة التي تضم المركز الإعلامي والمكتبة العامة ومركز التدريب المهني ومركز العلوم والتكنولوجيا ومركز الفنون الجميلة. كما يقع على ضفافها مسجد وفندقان من الطراز الحديث، لتعطي المشروع تنوعا ثقافيا ودينيا وسياحيا يساهم في تطوير مدينة الرباط عموما. وتحيط هذه المياه أيضا بجزيرتين خصصتا كمركزين للمباني التجارية، تتميز فيهما الأبنية الزجاجية المرتفعة وتشكلان محور الحركة التجارية المستقبلية للمدينة. كما تتضمن مركزا لبورصة الرباط خصص له مبنى على شكل هرم يجسد النمو المتصاعد للاقتصاد المغربي. وخصص المشروع مساحة واسعة لإقامة مجمع طبي تخصصي على أعلى المستويات والتقنيات الحديثة، يوفر للمرضى العلاج في جو من الهدوء والطمأنينة، ويحتوي على مبان مستقلة للعيادات والأبحاث والمختبرات الحديثة ومركز تدريب تخصصي. يجاور هذا المجمع جامعة تؤمن للمدينة أعلى مستويات التخصص العلمي المختلف على مساحة خضرة واسعة، وتحتوي على مبان رياضية متطورة وأخرى لسكن الطلاب. توفر التجمعات السكنية التي صممت بمبان متوسطة الارتفاع بيئة صالحة للاختلاط الاجتماعي، بما توفره من حدائق واسعة تشكل متنفسا ومتنزها تمارس فيه النشاطات الرياضية والاجتماعية، وملاعب آمنة للأطفال لتكون نموذجا للبيئة السكنية الصالحة.